السعودية ضليعة بكافة أشكال الجرائم منذ ما قبل قيام إسرائيل، وهي ترتكب الجرائم بحق هذه الأمة. أنا لم أحمل السلاح كما تفعل السعودية وتزج بآلاف المرتزقة والقتلة في دولنا كما يحدث هنا في سوريا وما يحدث اليوم في اليمن. أنا من أوجع الطغاة عندما يكونوا جزءا من المشروع الصهيوني الأمريكي الذي يستهدف أمتنا. عندما استهداف سوريا من العام 2011 وعبد الحميد مشتي يقف ويقول لهم حرام وهذا لا يجوز وسوريا ستصمد وسيادة الرئيس الدكتور القائد بشار الأسد سيصمد، فهذا النظام سيبقى. فلا تزجوا بأنفسكم. وعاقبت الجنايات دشتي المتواجد خارج الكويت بالسجن بإجمالي عقوبات بلغت 14 عاما و6 أشهر. وفي القضية الأولى والتي نال بها دشتي عقوبة الحبس 3 سنوات مع مصادرة الهاتف باتهامه من قبل النيابة بالقيام بغير إذن الحكومة بعمل عدائي ضد البحرين من خلال تغريدات في حسابه على تويتر. وفي القضية الثانية المتعلقة بالإساءة للسعودية والتي أدين بها دشتي بالحبس 11 عاما و6 شهور غيابيا. وجاءت العقوبات في القضية الثانية بحبس دشتي 3 سنوات عن الإساءة للسعودية و3 سنوات أيضا عن إذاعة أخبار كاذبة و5 سنوات عن الدعوة للانضمام إلى حزب الله و6 شهور وغرامة 2000 دينار عن الإساءة للنائب العام.